برشامة ما قبل الامتحان، أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. النهارده عندنا مسابقة في غاية الأهمية. طبعا الكسبان منها إن شاء الله بإذن الله هيكسب معانا تيشيرت منتخب مصر. هتتوقع طبعا مين الكسبان من مباراة مصر وزيمبابوي النهارده، النتيجة إن شاء الله بإذن الله، وتكتبها في تعليق وتصلي على سيدنا محمد في التعليق إن شاء الله بإذن الله. وهنكتب طبعا شروط الفايز بالمسابقة. المسابقة طبعا تحت قيادة أخويا وصاحبي كابتن أحمد عباس وكابتن طه جوده. ان شاء الله باذن الله هم الراعي الرسمي للمسابقه. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله بالمكسب. وان شاء الله هنبدا مع بعض نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق زيمبابوي وتشكيل منتخب مصر ان شاء الله النهارده. هنبدا مع بعض طبعا نقاط القوه والضعف بالنسبه لزيمبابوي. عندهم مشاكل كبيره جدا جدا هنا في الدفاع. عندهم مشاكل كبيره جدا ما بين السرد باكين في عمق الملعب، وكذلك الامر بالنسبه للدخول من الاطراف واللعب دائما وابدا في العمق. انا جايب برضو يعني اكتر من صورتين اتنين بيبينوا الكلام اللي انا بقوله. اللاعب كله لازم يكون عندهم دائما وابدا بينضربوا في العمق، سواء من العرضيات في عمق الملعب او في البينيات برضو من عمق الملعب، وكذلك الامر من القصه اللي هي بتاعت السرد باكات وبين نص الملعب. عندهم فجوه كبيره جدا جدا هنا، بيلعبوا دائما وابدا 5-4-1. بيلعبوا دائما وابدا كومباكت تحت الكوره، وبيلعبوا على المرتدات. عندهم سرعات كبيره جدا جدا سواء على الاجنحه او المهاجمين. عندهم اطوال، عندهم سرعات، عندهم قوه بدنيه. لازم منتخب مصر دائما وابدا يبقى واخد باله من الجزئيه بتاعه السكند بول. دائما وابدا لازم ناخدها على طول بسرعه، يا اما لو فقدنا الكوره نحاول هنا دائما وابدا نستخلص الكوره من اقرب مكان، يا اما طبعا تعمل فاول، يا اما تستخلص الكوره علشان طبعا ما نضربش بظهرك بمنتهى السهوله. عندهم سرعات بدنيه وقوه بدنيه رهيبه. وانا جايب برضو صوره بتبين الكلام اللي انا بتكلم عليه على السرعات والانطلاقات في المساحات عندهم. فدايما وابدا لازم يكون عندنا الحذر من النقطه ديت. كلنا عندهم مشاكل كبيره جدا في السرد باكات ما بينهم في العمق، وبين طبعا الباكات برضو. السرد باكات عندهم مشاكل كبيره جدا سواء في العرضيات الارضيه او في الشوتنج من بره، لان بيبقى في فجوه كبيره زي ما قلنا ما بين الباكات وما بين قلب الملعب. عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في الرقابه برضو. في بعض الكور الهوائيه بيبقى عندهم الرقابه سواء من الكور المتحركه او من الكور الثابته، بيبقى عندهم مشاكل كبيره. لكن هم عندهم اطوال في الكور الثابته برضو. عليك انت كدفاع لازم تاخد بالك يعني بشكل كبير جدا جدا، ودي افه من افات الكره المصريه بنعاني منها دائما وابدا. الكرات الطوليه اللي من الكره الثابته عندنا سواء من حوالين ال 18 او من الركنيات، دي افه من افات الكره المصريه. وكثير طبعا من الانديه المصريه والمنتخبات خسرنا بطولات عديده بالكور الثابته، ولازم احنا كمان نشتغل على الكور الثابته ان شاء الله باذن الله نقدر نحرز منها اهداف. فطبعا البدايه يعني مهمه جدا 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 في كل بطوله. لازم انت زي ما اتكلمنا قلنا بالنسبه للنادي الاهلي، لازم انت كمان كمنتخب مصر تبين انك داخل عينك على البطوله، بتبين للفرق كلها ان انت داخل مش بتهزر، انت داخل عينك على اللقب. بتدي انذار شديد اللهجه لكل المنتخبات ان انا جاي، انا منتخب مصر، انا يعني مش عايشين بس على الارث القديم، لا احنا كمان الحضر بتاعنا ان شاء الله باذن الله موجود وجايين عيننا على البطوله. ان شاء الله باذن الله براهن على محمد صلاح في العزيمه والاصرار. جاي عنده باور، عنده مشاكل كبيره جدا مع ليفربول، فمحتاج ياخد البطوله دي. محمد صلاح حقق كل الالقاب ما عدا البطوله الافريقيه. عنده رغبه شرسه، رغبه ان هو يقاتل على البطوله. كذلك الامر بالنسبه لتريزيجيه. كل الجيل، عمر مرموش برضه عنده تحدي كبير جدا جدا، ما بيلعبش في السيتي، جاي محتاج يثبت نفسه في البطوله ديت. فالبطوله دي تحدي للجميع ان شاء الله باذن الله. انا براهن على الرجاله ان شاء الله باذن الله كلهم يكونوا على قلب رجل واحد. بالنسبه كمان لامام عاشور نفسه يحقق البطوله ديت، وجاي بعد اصابه كبيره جدا جدا. فعندك اللعيبه كلها عندها رغبه جامحه ان شاء الله باذن الله في احراز اللقب. هنقول هنا طبعا بقى التشكيل المتوقع بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله. في حراسه المرمى انا اقول التشكيل اللي هيحطه كابتن حسام حسن، وبعد كده انا اقول انا ان شاء الله باذن الله التشكيل اللي انا برغب يكون متواجد. هيحط هنا محمد الشناوي، هو هيرانا محمد الشناوي، عنده محمد الشناوي نمبر 1، هيحط محمد الشناوي. امام منه برضه رقم واحد هنا بالنسبه له رامي ربيعه، وهنا هيكون ياسر ابراهيم. على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال احمد فتوح. في عمق الملعب هيلعب هنا بمروان عطيه، وامام منه اثنين مهاجمين امام عاشور واحمد سيد زيزو. وهنا على اليمين كجناح محمد صلاح، وعلى الشمال تريزيجيه، وفي العمق هنا يكون مرموش. ممكن هو يلعب في الجزئيه دي لانه عنده طبعا عندنا الحمد لله بفضل الله وفره كبيره جدا في الجزئيه الهجوميه. عندك حلول كتير جدا جدا جدا، فممكن يحط محمد صلاح ويحط هنا مرموش ويحط هنا مصطفى محمد ويحط تريزيجيه في نص الملعب، سواء على حساب امام عاشور او على حساب زيزو. ممكن يلعب بالنقطه دي، او ممكن يخلي تريزيجيه عنده بره على الدكه. لكن انت هتقول لي
تشكيلك انت المفضل. هقول لك هنا احط انا، لو انا بحط التشكيل احط هنا شوبير، واحط امام منه هنا حسام عبد المجيد، واحط هنا ياسر ابراهيم، واحط محمد هاني، واحط هنا احمد طبعا فتوح. احمد فتوح لو في اللياقه البدنيه بتاعته والتوب فورم احط هنا احمد فتوح في البطولات اللي زي دي، ولعب قبل كده مع منتخب مصر كان بيقدم اداء ممتاز فوق الممتاز، كان عامل شغل كبير جدا جدا. احط هنا مروان عطيه، واحط امام عاشور، واحط احمد سيد زيزو، واحط هنا تريزيجيه، واحط هنا مرموش، واحط هنا محمد صلاح. العب بالتشكيله دي هتديني حلول كتيره جدا جدا متنوعه، عندك سرعات، عندك حلول كتير جدا 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 من التحرك، ما انتش محتاج يعني. انا بالنسبه لي عندي حلول كتير، هيبقى في الحته الاماميه دي عندي فيها لا مركزيه، كله بيتحرك، امام عاشور بيخش لجوه وده بيطلع لبره، هيبقى في عندك ديناميكيه حركيه رهيبه. امام عاشور يقدر يزيد ويخش تريزيجيه كمهاجم تاني، سواء الهجمه كانت من هنا واحط احمد فتوح يطلع يزيد، ويبقى عندي هنا بامن دفاعاتي كلها باربع لعيبه. طالما هنا الجناح هنا زايد او الباك زايد من هنا، يبقى الباك اللي هنا واقف، سواء محمد هاني طاير يبقى احمد فتوح واقف، احمد فتوح طاير يبقى هنا محمد هاني واقف. كذلك الامر بالنسبه لمحمد صلاح، يخش هنا كمهاجم ويبقى فيه ديناميكيه حركيه رهيبه. ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب ونحقق المكسب. قلنا البدايات مطلوبه بشكل كبير جدا جدا، وان شاء الله باذن الله براهن على رجاله منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله، وفرحوا المصريين ان شاء الله باول فوز، لان ده هيبقى الفوز ده مهم بالنسبه لك جدا جدا. تعتبر هي اضعف فرقه في المجموعه، بقاش دلوقتي في افريقيا يا جماعه فرقه كبيره وفرقه صغيره. اتفرجنا امبارح على جزر القمر بشق الانفس طبعا. المغرب كان باين ان المغرب مهيمن مسيطر، لكن بدون اي فعاليه اطلاقا، حتى ركله الجزاء كان مشكوك في صحتها. كذلك الامر برضو عندنا مشاكل كبيره جدا جدا في التحكيم، عايزين نبص عليها ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله نقدر نحط قدم طبعا بالفوز ده يحطك في المسار الصحيح. ان شاء الله باذن الله تقدر بقى بعد كده الجولات تاخدها تباعا. ان شاء الله باذن الله فرحونا باول مكسب واول 3 نقاط. قلنا الفرق كلها الافريقيه كلها بقت متطوره، كلها بقى عندها محترفين، عندهم قوه، عندهم سرعه. فان شاء الله باذن الله لازم تخلص الجيم من بدري، ان شاء الله باذن الله نحرز اول فوز لمنتخبنا الوطني. وطبعا لو وصلت معانا هنا لنهايه الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه ليصلك كل جديد، وما تنساش المسابقه والصلاه على سيدنا محمد في التعليقات. وفي الختام سلام.